يا مساء الجمال على كل الناس اللي منورانا، وحشتوني جدا. النهاردة بقى احنا مش هنحكي سيرة فنانة عادية، احنا هنفتح صندوق الأسرار لست كانت هي اللي تدير الدنيا كلها في مصر. الست دي كانت بتقعد مع كبارات البلد في عوامتها، وبكلمة واحدة منها كانت تقلب الدنيا. الست دي شافت العز كله، وشافت برضو الغدر والمقالب اللي تودي في داهية، خصوصا في حكاية الصراع اللي حصل بينها وبين أم كلثوم. لو عاوزين تعرفوا ازاي بنت بسيطة من الشرقية قدرت بذكائها تخلي البشوات يمشوا وراها، وايه الحكايات اللي حصلت في المستخبي ورا ستارة المسرح وفي قلب النيل، اقعدوا كده وروقوا واسمعوا الحكاية دي بالهداوة، وما تنسوش تشتركوا معانا عشان الحكايات اللي جاية تقيلة قوي. ويلا بينا. الحكاية بدأت في قرية صغيرة في الشرقية اسمها مهدية. هناك اتولدت طفلة كان اسمها الحقيقي زكية حسن منصور. البنت دي شافت أيام صعبة قوي وهي لسه صغيرة، لأنها فقدت الأب والأم وهي يدوب بتفتح عينها على الدنيا، وما لقيتش حد يراعيها غير أختها الكبيرة شفيقة، هي اللي كانت بتاخد بالها منها. زكية كان عندها طموح ملوش آخر، وما كانتش راضية بحال الفقر والضيق اللي كانت فيه في البلد، كانت حاسة إنها مخلوقة لحاجة أكبر بكتير من كده. وفي يوم قررت هي وأختها إنهم يسيبوا الشرقية ويروحوا على القاهرة، المدينة الكبيرة اللي ما يعرفوش فيها حد، بس كان عندهم أمل إن الدنيا تفتح لهم بيبانها وتضحك لهم. أول ما وصلت القاهرة بدأت تسعى وتتعب عشان توصل لأعلى مكانة في الشهرة، واكتشفت إن ربنا اداها كنز في حنجرتها. بدأت تغني في حتت بسيطة قوي، في قهاوي صغيرة في منطقة الأزبكية، والناس بدأت تتلم حواليها وتسمعها وهي مبهورة بصوتها الواضح. في الوقت ده زكية ما كانتش ضعيفة أبدا، دي كانت شخصيتها قوية، والكل كان بيعمل لها ألف حساب وهي لسه في أول طريقها، وما كانتش تسمح لأي حد إنه يغلط فيها بكلمة واحدة. وعشان الناس تحبها وتفتح لها قلبها عملت حيلة في منتهى الذكاء، كانت بتلبس لبس رجالة وتطلع تعمل أدوار فيها هيبة وقوة، مرة تطلع في دور قائد جيش ومرة في دور حبيب. الناس كانت بتقعد مذهولة من حلاوة صوتها، والورق القديم بيقول إن الجمهور هو اللي عرفها من رقة صوتها اللي ملوش مثيل، وهم اللي طلبوا إنها تظهر بوشها الحقيقي. ومن هنا اتولدت السلطانة منيرة المهدية. لما منيرة وصلت لأعلى مكانة في الشهرة وبقت النجمة الأولى في مصر، ما راحتش تسكن في بيت عادي، دي اختارت تعيش في عوامة في نيل الزمالك، وكان رقمها 1. العوامة دي ما كانتش للسكن وبس، دي كانت المكان اللي بينجزوا فيه أهم شغل في البلد بالليل في المستخبي. أيام ثورة 1919 لما كان الإنجليز منعين أي حد يقابل التاني، كانت عوامة منيرة هي المكان الأمان اللي الكل بيتدارى فيه من عيون المخابرات. كبارات البلد والبشوات كانوا بيروحوا هناك يقعدوا يسمعوا صوتها اللي يشرح القلب، وفي نفس الوقت يمضوا ورق مهم ويقرروا مصير البلد، وهي قاعدة وسطهم بكل هيبة والسيجار في إيدها. كانت بتنادي البشوات بأسمائهم من غير ألقاب، وكانوا هم اللي بيقولوا لها يا سلطانة. لما كانت منيرة المهدية في عز جمالها وسيطرتها ومفيش حد يقدر يفتح بقه قدامها، ظهرت فجأة بنت بسيطة جاية من الأرياف، كانت بتلبس لبس بدوي وتغني مع أبوها. البنت دي كانت أم كلثوم. في الأول منيرة ما خدتش الموضوع على أعصابها، وقالت في بالها دي لسه صغيرة وجاية تجرب حظها. بس لما لقت الناس بدأت تتلم حوالين البنت دي والكل بيتكلم عن صوتها القوي اللي يزلزل الدنيا، السلطانة حست إن الكرسي بتاعها بدأ يتهز. منيرة ما كانتش من النوع اللي يسكت أو ينسحب بالهداوة، دي كانت سلطانة والكل بيسمع كلامها وهي قاعدة في العالي. بدأت تستخدم ذكائها وعلاقاتها عشان تعطل طريق أم كلثوم، ومن هنا بدأت حكايات المقالب اللي تخلي الواحد يستغرب من اللي حصل. يقال إن منيرة المهدية كانت بتستخدم نفوذها مع الصحافة في الوقت ده عشان يكتبوا كلام يضايق أم كلثوم، وكانوا بيحاولوا يقللوا منها ويقولوا إنها فلاحة وما تنفعش الجمهور القاهرة اللي بيحب الدلع. مش بس كده، دي الحكايات بتقول إنها حاولت تمنع أم كلثوم من الغنى في حتت معينة، وكانت بتستغل وجود كبارات البلد في عوامتها عشان تخليهم يبعدوا عن البنت الجديدة وما يساعدوهاش. بس أم كلثوم ما كانتش سهلة، كانت بالها طويل وبدأت تغير من نفسها ومن شكلها، والحكاية بقت عاملة زي خناقة عروش بجد. مين اللي هتكون نجمة مصر الأولى؟ السلطانة اللي الكل بيعمل لها حساب، ولا البنت اللي صوتها جاي من قلب الأرض؟ وعشان أكمل لك المستخبي اللي محدش بيجيبه في السيرة، الحرب بين منيرة المهدية وأم كلثوم ما كانتش مجرد غيرة فنانين، دي كانت حرب تكسير عظم. في سر ناس كتير ما تعرفوش، إن منيرة لما لقت أم كلثوم مسيطرة على السمع راحت لواحد من أكبر الملحنين وقتها، الملحن الكبير محمد أفندي القصبجي، وحاولت بكل الطرق إنها تخليه يشتغل معاها هي بس ويسيب أم كلثوم، وعرضت عليه مبالغ خيالية، بس هو كان خلاص سلم عقله وقلبه لصوت الست ورفض عرض السلطانة، وده كان أول ألم حقيقي ينزل على وش منيرة.
ومن الحكايات اللي كانت بتتحكي في الكواليس إن منيرة كانت بتعمل حركة مش تمام قوي في الحفلات، كانت بتبعت ناس يقعدوا في أول صف في حفلات أم كلثوم، وأول ما الست تبدأ تطرب الناس يقوموا يزعقوا ويشوشروا عليها عشان يوتروها، بس أم كلثوم بذكائها كانت بتقفل عينها وتكمل غناها ولا كأنها شايفة حد، وصوتها كان بيسكت أي حد يحاول يغلس عليها. أما المقلب اللي بجد وجع منيرة فهو لما أم كلثوم قررت تعمل أغاني فيها تجديد ورزانة، ومنيرة فضلت متمسكة بالأغاني القديمة اللي فيها خفة ودلع زيادة. الجمهور وقتها بدأ يميل لرزانة أم كلثوم، ومنيرة لقت نفسها فجأة دقة قديمة. السر الصادم بقى إن منيرة في آخر أيامها لما الأضواء بدأت تبعد عنها حاولت ترجع للمسرح تاني، بس الجمهور ما استقبلهاش زي زمان، وده كسر نفسها جدا. وفي وقت من الأوقات أم كلثوم بعتت لها جواب رقيق وفيه مبلغ كبير كمساعدة، بس منيرة بكرامتها اللي كانت لسه في العالي رفضت تاخد الفلوس وقالت السلطانة ما تاخدش إحسان من حد. وفضلت منيرة المهدية في عوامتها وحيدة ومعاها بس ذكريات العز والسيجار اللي ما كانش بيفارق إيدها، لحد ما رحلت وسابت الساحة كلها للست اللي كانت في يوم من الأيام بتقول عليها بنت لسه طالعة من الأرياف. أسرار تانية في الكواليس. حكاية السينما. منيرة كانت عاوزة تثبت إنها لسه النجمة الأولى، فعملت فيلم الغندورة سنة 1935 وصرفت عليه كتير عشان تغطي على نجاح أم كلثوم في السينما، بس الفيلم للأسف منجحش والناس ما راحتش تشوفه، ودي كانت الضربة القاضية لمشوارها. علاقتها بالقصر. منيرة كانت مسنودة جدا من القصر الملكي، ويقال إن الملك فؤاد والملك فاروق بعده كانوا بيحبوها جدا، وده اللي كان مخليها مسنودة وليها كلمة مسموعة في البلد، لدرجة إنها كانت بتقدر تمنع مطربات تانيين من الظهور في الحفلات الرسمية. بص يا ستي، الحكاية وما فيها إن الست دي ما كانتش مجرد فنانة، دي كانت دولة لوحدها من كتر قوتها. الناس بتقول إنها كانت الوحيدة اللي مسموح لها تدخل البرلمان المصري وتقعد في المقصورة الرئيسية تتفرج على الجلسات، والوزراء والبشوات كانوا يترجوا رضاها عشان تفتح ليهم عوامتها بالليل. وهي اللي كان ليها الفضل إن العبقري سيد درويش يجي القاهرة من اسكندرية، وصممت إنه يلحن لها رواياتها، ولما كان بيحصل بينهم أي خلاف كانت تخليه يقعد في البيت وما تخليهوش يشتغل مع حد تاني عشان تضمن إن مفيش حد ياخد الألحان التقيلة غيرها. بصي بقى، منيرة لما كانت تشوف حد أحسن منها كانت حركاتها تودي في داهية. مرة في حفلة لأم كلثوم منيرة جابت كلب وكانت بتلبسه عقد لولي غالي قوي، وقعدت في العوامة بتاعتها اللي كانت قريبة من مكان الحفلة، وكانت بتخلي الكلب ينبح بصوت عالي وقت ما أم كلثوم تبدأ تغني عشان تبين للناس إنها مش مهتمة بصوت الست، وإن كلبها أغلى عندها من الحفلة باللي فيها. حتى خيولها العربية 4 كانت مسمياهم بأسماء وزراء مش طايقاهم، وتخلي السايس ينادي عليهم بأسماء الوزراء دول قدام الناس عشان تذلهم وتصغر مقامهم. وفي الجواز اتجوزت 4 مرات، بس الجوازة اللي عملت قلق هي من محمود جبر مدير أعمالها، والناس برضو بتقول إن هو اللي كان شايل لها كل الفلوس، ولما حصل بينهم خناقة ضيع عليها ثروة خيالية كانت شايلها للزمن، وده اللي خلي حالها يميل في الآخر وتشوف أيام سودة. وفي حفلة في أواخر الثلاثينات لما فقرة أم كلثوم انتهت والناس قامت تصفق بحرارة، منيرة خرجت بالهداوة وهي بتقول النهاردة بس عرفت إن زماني خلص، ودي كانت لحظة اعترافها بالهزيمة قدام الست. وعشان أقولك السر المستخبي، في كلام إنها كانت بتصرف مبالغ ضخمة على الدجالين عشان يعملوا لها حاجات تخليها صغيرة في السن وتخلي أم كلثوم تغلط في الغنى بتاعها، بس طبعا الزمن كان أقوى منها. وفي آخر أيامها الست اللي كانت تدير بلد بكلمة لقت نفسها بتبيع فساتينها الغالية بتراب الفلوس عشان تلاقي تاكل، وماتت وهي وحيدة محدش سأل فيها. وعشان يوصلك كل المستخبي من أسرار زمان. لو الحكاية عجبتك ولقيتيها مفيدة ما تنسيش تعملي متابعة لي هنا وتفعلي الاشتراك في الحكايات اللي بنقدمها، عشان كل يوم عندنا سر جديد وقصة أقوى من اللي قبلها عن نجوم الزمن الجميل.